لا، خلينا في الهوا احسن. بره عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ اعرفكم بنفسي الاول. انا مهندس اسلام، دفعه 2014، هندسه المطريه، جامعه حلوان. كنت معيد 5 سنين. كنت يعني الحمد لله. بندرس المواد اللي احنا في منها 10% بنشوفها النهارده. وهتكتشف ان في حاجات كتيره قوي 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 ما بتدرسش في ولا كليه في مصر. مش عندنا ده، في المجال بشكل عام، مجال التشطيب دوت بنسبه 90%. معلوماته 90% منه مش موجوده في ولا كليه، فهي مش ماده علميه هتبقى انت عارفها وتطلع بره سوق العمل تشوفها بعينك. للاسف ده ما بيحصلش. فالمهندس لما بيتخرج، اول ما بيتخرج وينزل مجال التشطيبات، للاسف بيتصدم بقى، لان هو ايه، بيقابل فئه بنقول عليهم الصنايعيه، وهنتكلم عليهم دول قصه لوحدهم. بيقابل فئه اسمها مقاولين، بيقابل فئه اسمها مكتب استشاري في المشاريع الكبيره، بيقابل فئه من مكتب التصميم، بيقابل بقى حاجه اسمها مستخلصات، حاجه اسمها مقايسات، حاجات عمرك ما سمعت عنها في الكليه. يمكن في الكليات بياخدوا جزء الحصر. بتاخدوا حصر، تعرفوا لو انا عندي مش عارف ايه، اعرف الفلوق يعني، الكميات. وازاي احسبها وكده. بالظبط، اسماء البنود، الحاجات ديت. كل ده زي الفل. آم، بعد 5 سنين معيد سبت الكليه طبعا عشان ابدا اتفرغ للبيزنس بشكل كام. ودكتور هبه بقى ايه، ربنا يكرمها، هي اللي مكمله في الموضوع. انا زي ما قلت لك كده، الدكتوره هبه طبعا دكتوره بهندسه المطريه، جامعه حلوان برضو. ان انت البنود زي ما هنتكلم النهارده في ترتيب البنود، البنود كلها مرتبطه ببعض. فانت لو في بند وقع منك، للاسف مش هتبقى ملم بالموضوع بشكل كامل. انت هتقعد 5 سنين في الكليه وهتقعد معايا شهر. هتحس ان الشهر دوت مش بقلل من قيمه الكليات طبعا، اكيد على المستوى المكاتب والمستوى الحاجات ديت هيبقى بيرفكت. بس لو انت عايز تستفيد كموقع، مش موقع خرساني، كموقع تشطيبات، الشهر دوت هيفيدك اكتر بكتير جدا من الجزء اللي في الدراسه. انتيريور ديزاينر دوت واحد لازم يكون فاهم علاقات. وشغلانه التشطيب ديت هي شغلانه علاقات. ان انا عندي خامه مع خامه، الاتنين مع بعض علاقتهم المفروض تبقى عامله ازاي. ده يطلع لي مهندس تصميم شاطر. مش هتعرف ده كويس ولا تفهمه الا لما تكون موجود في الموقع. خلينا نبدا مع بعض باول حاجه، ايه هي بنود التشطيب. وهتكلم معاكم بعد بنود التشطيب لما بيجي لي مشروع ايه البروسيس اللي المفروض بيتم. انا عندي بنود التشطيب كتيره شويه، على عكس الخرسانات والحاجات ديت، فهتلاقوا تفاصيلها كتيره شويه. اول حاجه عندي بند اسمه بند التعديلات المعماريه. بند التعديلات المعماريه دوت، يعني انا بيكون عندي بروجكت ايا كان بقى، سكني، تجاري، اداري، وببدا اظبط الفراغات بتاعته. فالمفروض ان انا قبل ما اشطب اتاكد ان الحوائط الداخليه والحوائط الخارجيه مظبوطه في اماكنها. فاسمه بند تعديل معماري، ان انا جايز ادخل اشيل حيطه وابني حيطه تانية. تمام. بند التعديلات المعماريه بينقسم ليه حاجتين: بند المباني زي ما احنا شايفين ان انا ببني، وبند الهدد ان انا بكسر. فطول ما انا عمال اكسر وابني اكسر وابني، انا جوه بند اسمه التعديل المعماري. لما بخلص بند التعديل المعماري بروح على بند باخد منه حته وارجع له، اسمه بند البياض او بند المحاره. بند المحاره دوت باخد منه حاجه اسمها بؤج. الكلام ده هنشوفه بعيننا. ان انا لازم بعد ما بخلص بند المباني والدنيا بتكون تمام، وبند المباني هو البند الاساسي اللي هنتكلم فيه النهارده، بدخل على حاجه اسمها بند البؤج. بتاع المحاره بيجي يعمل لي حاجه اسمها بؤج، هنشوفها وهنفهمها ونعرف طبعا في كل بند استلمها ازاي. بعد ما بيعمل لي البؤج بتاع المحاره او البياض ده بيمشي خلاص، مش عايزه يعمل حاجه تاني. بيدخل بعديها بند اسمه بند السباكه. بيجي السباك بيعمل حاجتين مهمين، انا بديكوا خطوط كده بس عريضه، وبعد كده هنخش بده بالتفصيل وهنشوف ده بعيننا. وهنشوف بقى بالميزان بالبتاع بالعده بكل ده بالصنايع، وهفرجكم على كل ده. السباك ده دوره حاجتين مهمين لازم يعملهم. اول حاجه بيعمل حاجه اسمها تشريب الموقع، او بنشرب الموقع. ده راجل السباك بيخش بيحط حاجه اسمها ميزان ليزر، بيكون موجود كده، وبيبدا يديني شرب. هنفهم يعني ايه شرب بعد شويه. بعد ما بيعمل لي الشرب بيعمل حاجه اسمها تاسيس السباكه، بيخش بقى يعمل ايه، شغل التاسيس بتاعه. بعد ما السباك ما بيخلص بيخش حاجه اسمها بند العزل. بند العزل دوت بنسبه 90%، طالما حمامات ومطابخ وحاجه صغيره السباك هو اللي بيعزل، ما بجيبش شركه عزل. بيخش يعزل، هنعرف ايه العزل وانواعه وايه الافضل فيه، ولو انا عزل روف ايه، ولو انا عزل حمامات ايه، والكلام ده كله. بعد بند العزل بيدخل حاجه اسمها الكهربائي. بند الكهرباء. بند الكهرباء بيدخل بيعمل ايه، بيأسس على نفس منسوب وشرب السباك. ما ينفعش يشتغل على شرب مختلف. خلاص انا وحدت الشرب،
والسباك هو اللي بيحطه، هقول لكم ليه. يعني ما ينفعش الكهربائي هو اللي يعمله، لازم السباك، وهقول لكم ليه. بعد ما الكهربائي بيخش تاسيس بيرجع للراجل بتاع عندنا بند اسمه بند التكييفات. بنأسس للتكييفات، لان دلوقتي التكييفات معظمها بيبقى دفن، ما بقتش اشتغل باك تو باك، لان على حسب توزيع الفرش. ممكن التكييف يكون جاي لو باك تو باك في دولاب، ممكن يكون ضارب في السرير في اللي نايم، وده الربط ما بين التصميم والمكتب الفني والموقع. فانا بختار مكان التكييف من البدايه، وبناء عليه بعمل تاسيس تكييفات. هنعرف برضه تاسيس التكييفات والفريون والانواع والكلام ده كله. بعد ما باسس تكييفات احيانا بقينا بنشتغل دلوقتي بحاجه اسمها تاسيس كور. ده بند اسمه بند الكور. ايه بند الكور دوت؟ ده واحد بيجي يفتح لي في الخرسانات زي ما هنشوف برضه، عشان بنعمل شفاطات سقف. احنا معظم الشفاطات في الحمامات عشان نبقى زي الشفاطات زي الحمامات الفندقيه والكلام دوت. فانا بقيت افضل ان الشفاط يبقى في السقف، بدل الشفاط عارفين اللي في الشباك ده ابو شبكه وحاجه شكله صعب قوي. مع ان الكور والضغط اللي هيعمل مش مكلف، وده اللي الناس فاهمينه غلط. يعني الناس فاكرين ان شفاط السقف ده هدفع فيه رقم كبير، ومش هدفع رقم كبير ولا حاجه. فانا بيبقى عندي بند اسمه كور، لازم يجي الاول يفتح لي من ضمن ترتيب البنود. طبعا انا مش برتبهم ان انت لازم تدخل ده بعديه ده بعد، لا، انا ممكن ادخل ده مع ده مع ده. وفي بنود لازم ده الاول بعد كده ده بعديه. بعد الكور والتكييفات بدخل بقى بند البياض، اللي هو الراجل بتاع المحاره. يخش بيعمل ايه بقى؟ بيخش بيعمل حاجه اسمها طرطشه وملو، ده هنعرفه برضو مع الوقت. كل اللي انا قلته لكم ده ترتيب بنود مرحله في مرحله التشطيب. دي كده انا بقول عليها مرحله التاسيس. يعني لما بيجي لي عميل يقول لي انا هشتغل ازاي، بقول له والله انا الاول بعمل لك تاسيس. بعمل لك تاسيس، دي بقى كل اللي انا شرحته ده مرحله اسمها مرحله التاسيس. طيب بعد ما بخلص مرحله التاسيس وبستلم وبسلم زي ما هنشوف مع بعض، بدخل على المرحله الثانيه. انا بقول عليها مرحله التجهيز. ايه بقى مرحله التجهيز ديت؟ جبسون بورد يخش يشتغل. بتاع الجبسون بورد بيخش ويعمل الشغل بتاعه. البورسلين او السيراميك على حسب طبعا الماتيريال، او رخام على حسب نوع الحوائط والارضيات، يخش يشتغل. يبقى انا عندي بند جبسون بورد، عندي بند بورسلين او سيراميك او رخام او وات ايفر، اللي هو بنوع بند ارضيات وايه وحوائط للحمامات. بعد كده في بند كهرباء يظهر تاني. انا كده مش برتب لكم البنود كمسميات لو بند الكهرباء خلص، لا، انا برتب لكم سيكونس الشغل جوه تشطيب اي وحده. يجي الكهرباء، طب الكهرباء ده هيجي تاني يعمل ايه؟ بيعمل تاسيس السقف اللي الراجل بتاع الجبسون بورد عمله. يجي يفتح اماكن السبوتات بقى، لو في بروفايل ليد، لو في ماجنتيك، لو في كل الكلام ده، فيجي يفتح لي كل الكلام ده وبيشد له خراطيم زي ما هنشوف برده في مواقع تانية. كده الكهربائي يخلص بيطلع بيجي لي النقاش. ايه ده دلوقتي؟ دلوقتي النقاش بيجي يعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها تاسيس نقاشه. طبعا النقاشه ده ممكن اي حد يستهون بيه، مع انه بند مش سهل. يعني حتى يجي الراجل صاحب البيت ده يقول لك يا عم ده نقاش يعني، لا، ده النقاش يعني دوت ده بيعيش معايا فتره طويله، فتره زمنيه طويله، وبيعمل شغل يعني صعب، مش بيعمل شغل سهل. فالراجل ده بيخش يعمل حاجه اسمها تاسيس نقاشه. هنعرف يعني ايه تاسيس نقاشه، وايه ترتيب البنود والمرايشه والمعجون والسيلر والعزل. حاجات كتير قوي بتحصل في تاسيس النقاشه دي. بعد ما الراجل ده بيأسس نقاشه بيجي لي النجار. طبعا الكلام ده بيبقى بترتيبات، لان انت برضو لازم تتعلم جدول زمني للمشروع. يعني ما تستناش لما النقاش يأسس وبعد كده اقوم جايب النجار اتفق معاه، لا، انت بتبقى عارف ان انت بتأسس نقاشه والنجار واقف قدامي. يا باشا انت الشغل هتعمله 1 2 3 4، لان بنسبه 90% من النجار شغل ورشه. يعني الراجل ده بيبدأ شغل وتقطيعات وتجهيز وشراء خامات في الورشه اصلا. فانت بتبقى مشغل حاجات بارل مع بعض. النجار ده بيجي بيعمل ايه؟ بيعمل بند مهم اسمه بند الابواب. بيجي يقوم باب مصفح مثلا، ده معظم الشقق دلوقتي بقت بيبان مصفحه، وفي عميل بيطلب باب عموله مصفح، مفيش مشكله. وفي عندي بند الابواب الداخليه لو هيتعمل عموله او جاهز، ده تحت كل ده بيندرج تحت بند النجار. وبتفق معاه على بند التجاليد والديكورات. حلو كده. بعد كده بيخش عندي بند الشبابيك. الشبابيك انواع، ممكن يبقى حاجه اسمها UPVC هنتعلم مع بعض، ممكن يبقى حاجه اسمها الموتال برضه هنتعلم مع بعض. فانا بند الشبابيك سواء الموتال او UPVC بيدخل يشتغل بعد تاسيس النقاشه. بعد كده بيخش لي بند السيكوريت والمرايات، بتفق معاه، يبقى ده بند من البنود اللي في المرحله الثالثه. بالمناسبه انا لحد تاسيس النقاشه وتركيب الابواب انا المرحله الثانيه خلصت. يعني انا في المرحله الثانيه اشتغلت جبسون بورد، اشتغلت بورسلين ورخام وسيراميك اللي هي الحوائط بتاعتي، واشتغلت تاسيس نقاشه، واشتغلت تاسيس كهرباء اسقف، صح كده؟ وركبت الايه الابواب بتاعتي. بس ستوب، انا كده خلصت المرحله الثانيه. بندخل بقى على المرحله الثالثه. المرحله الثالثه والاخيره ان انا طبعا ده سيكونس الشركه بتاعتي، احنا ممكن يكون في ناس بتشتغل بفكر تاني بمراحل تانية، دي حاجه مختلفه. المرحله الثالثه بعمل ايه؟ بيخش النجار يقفل الديكورات بتاعته،
بيخش الراجل بتاع السيكوريت والمرايات يقفل الشغل بتاعه، بيخش السباك يقفل تشطيب السباك، يركب القواعد والاحواض والخلاطات، بيخش النقاش يقفل شغل النقاشه بتاعته اللي هي الدهانات والكلام ده كله، وبيخش الكهربائي يقفل شغل الكهرباء بتاعته. طبعا في بنود نثريه، يعني انا في شركتي مسميها بنود اضافيه، زي مثلا هتكتشفوا يمكن شركات نادره قوي 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 في مصر بتعملها بند سيليكون. ايه ده، في حاجه اسمها بند سيليكون؟ ده انا بسميه بند اضافي. بند السقيه ده تبع بند البورسلين، بسميه بند اضافي. بند النظافه بسميه بند اضافي. دي بنود تقدر تميز شغلك، تقدر تخلي شركتك متميزه، بتحافظ على الحاجه، بتقدم كواليتي كويس. وفي بنود تانية على حسب طبيعه المشروع. يعني انا لو عندي فيلا، لا ده انا بقى في عندي قصه تانية، في عندي بند لاندسكيب، ده موضوع ليه تاسيس سباكه بره، وهنشوف برضو ان شاء الله في تاون هاوس موضوع اللاندسكيب اللي بره. عندي بقى برجوله، بتفق مع الراجل بتاع برجوله، ده بند اللاندسكيب، دي قصه لوحدها. وان انا بعزل بره، وازاي اضمن بالذات مشكله الدور الارضي في لاندسكيب او بدروم، الميه، تلاقي الجزء اللي تحت ده كله، السيف اللي تحت ده كله منشع، بنقول عليه منشع، كله كده ايه، شارب ميه. ليه؟ لان الاستاذ اللي اشتغل من بره ما عملش عزل مظبوط. كذلك البدروم، ان هو برضو ما عزلش كويس. وخلي بالكم في فنيات بتفرق في بنود كتير زي السباكه، في موضوع ان انا لو عندي شقه ارضي غير لما يكون عندي شقه متكرر. يعني السباك لما بيجي ياسس للارضي لازم يفصل الدور ده عن باقي العماره، عشان لو حصل انسداد فوق ما تغرقليش تحت. ان شاء الله هنشوفه مع بعض على ارض الواقع. ده كده ترتيب البنود وفقا لمراحل بشكل سريع اللي احنا بنشتغل بيه جوه الشركه.